بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بالإخوة الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية في هذا المجلس الأول المنعقد في التعليق على شرح حديث إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، من تعليق وشرح الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عمر الحسيني حفظه الله تعالى ونفع الله به. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بالإخوة جميعا في مجلس من مجالس العلم، وأبدأ بشكر الإخوة القائمين على شبكة المنارة العلمية لترتيب هذا اللقاء، وأخص منهم بالذكر الأخ عيسى البيضاوي وإخوانه في الشبكة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من الأعمال الصالحة التي ترفعنا وتنفعنا السامع والمتكلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمجلس في التعليق على رسالة، كما سمعتم، رسالة باسم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وهي في الأصل محاضرة شرح فيها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي هذا الحديث الصحيح في مسلم، فنقرأه إن شاء الله ونعلق عليه بما تيسر. وقبل قراءته حقيقة أحب أن نلقي نبذة موجزة ترجمة صاحب هذا الشرح، وهو فضيلة شيخنا العلامة محدث ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي. ولد في قرية الجرادية غربي مدينة صامتة بمنطقة جيزان في عام 1351 من الهجرة، وتوفي والده بعد ولادته بسنة ونصف، فاعتنت به أمه. ولما بلغ سن 8 التحق بحلق التعليم في القرية، تعلم الخط والقراءة، ثم التحق بالابتدائي، ثم المعهد العلمي بصامتة، ودرس على مشايخه الأول الشيخ حافظ حكمي وأخيه الشيخ محمد الشيخ أحمد النجمي، وتخرج من المعهد العلمي بصامتة، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، استمر فيها نحو شهرا ونصف، ثم فتحت الجامعة الإسلامية فانتقل إليها والتحق بكلية الشريعة ودرسها 4 سنوات، وكان من الدفعة الأولى من خريجي الجامعة الإسلامية. درس فيها على الشيخ بن باز والألباني، الشيخ العباد، الشيخ صالح العراقي. ثم بعد تخرجه عمل في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية، ثم التحق بالدراسات العليا، حصل على الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة في عام 1397 في رسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدارقطني. وفي عام 1400 حصل على الدكتوراه من فرع جامعة الملك عبد العزيز بتحقيق كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. وكان الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة متواضعا في نفسه، دائم البشر، كريما، له غيرة على السنة، مدافعا عنها، شديد التحذير من البدع والرد على أهلها، وبخاصة الجماعات السياسية وبدعها الكثيرة. وتوفي رحمه الله في يوم الأربعاء في 14 من محرم من هذه السنة، سنة 47 بعد 400 والألف، عن عمر يناهز 95 عاما. أسأل الله عز وجل أن يعلي درجته ويسكنه أعالي جنته،
ويلحقه بمن كان يدافع عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف. ومؤلفات الشيخ كثيرة، منها منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، ومنها منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، ومنها أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ومنها المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء، ومنها التعصب الذميم وآثاره، وغير ذلك من المصنفات. وكانت مؤلفاته رحمه الله منها ما هو تأليف ابتداء، ومنها ما هو محاضرات نسخت وفرغت وطبعت بعد مراجعتها. ومن ذلك من النوع الثاني هذه الرسالة التي نقرأها، فهي محاضرة مع جمع من طلاب العلم. فنبدأ بقراءتها. من قارئنا يا أبو عبد الودود؟ إن شاء الله أقرأ عليكم شيخنا، بارك الله طيب، فيك. حياك، ابدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه لا بد لنا من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترسم خطى هذا الرسول الكريم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمنهج والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وتوجيهاته كثيرة وعظيمة عليه الصلاة والسلام، مما بلغنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه نعم، وسلم. اللهم صل وسلم. هذه مقدمة ومدخل وتوطئة بين يدي اللقاء الذي شرح فيه الحديث الآتي. قد تضمنت هذا المدخل تضمن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وتضمن اتخاذه قدوة وأسوة، وتضمن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأن من توجيهاته الحديث الذي هو موضوع المحاضرة. وكل حقيقة فقرة مما تضمنه هذا المدخل لو توسع فيه لكان يعني كتابا ومحاضرة مستقلة. فالفقرة الأولى وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. هذه كما قال الإمام أحمد في كتابه المشهور للمفقود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في أوائله كما نقل الأئمة الإعلام عنه: إنه رأى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في نيف 30 موطنا. ثم جاء بعده الأجري فقال في 33. ثم جاء شيخ الإسلام وقال في نحو من 40 موطنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أفاض أهل العلم في ذكر هذه المواطن التي يأمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة متعددة. والفقرة الثانية اتخاذه قدوة وأسوة، وهذه أيضا جاء فيها الأدلة المتعددة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أخشانا لله وأتقانا لله عز وجل. فكيف لا يكون قدوتنا وهو المقدم الذي نهينا أن نتقدم بين يديه؟ بل جعل الله عز وجل
امتحان محبتنا له سبحانه وتعالى بطاعته واتخاذه أسوة، كما في آية سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. والفقرة الثالثة أن النبي تركنا على المحجة البيضاء، وهذا أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا: الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يترك منها شيئا. لهذا كانت عائشة أمنا تقول رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما أمر به فقد كذب. الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذه الفقرات الثلاث جعلها رحمه الله كمدخل بين يدي شرح هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك: اقرأ يا قال ياسر. رحمه قال رحمه الله: مما أوصانا به عليه الصلاة والسلام قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. هذا هو فهذه الحديث. وصايا. هذا الحديث هو موضوع اللقاء والمحاضرة. والحديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد، وهذا لفظ أحمد، من حديث أبي هريرة. وهناك حديث في السنن والمسند بنحوه أيضا، وفيه حديث روي من حديث زيد وغيره: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الثلاثة في هذا الحديث هي التي ضمنها الحديث الذي ذكره الشيخ في حديث أبي هريرة الذي قرأه أخانا. ثم قال المصنف: فهذه وصايا عظيمة في أمر الدين والدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كأنه تلخيص لجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا فأوصانا يعني بالعقيدة. هذا الكلام الذي ابتدأ به الشارح رحمه الله شرح الحديث في بيان عظم شأن هذا الحديث وأهميته، وأنه من جوامع الكلم، وأنه لخص فيه الرسالة. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن هذه الأحاديث الحديث الذي ذكره المصنف وما في معناه: قال: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاثة: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك، يقول شيخ الإسلام، وبيان ذلك يعني بيان أنها تجمع أصول الدين والحقوق التي لله ولعباده. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو من وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. ولهذا هذه الخصال الثلاثة ذكرها الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الستة. ذكر 6 أصول، يعني وصفها بأنها
تواترت عليها الأدلة، ومع ذلك غفل عنها الخلق. وذكر الأصل الأول إخلاص العمل لله، والثاني لزوم الجماعة، والثالث مناصحة أولي الأمر. فهذه الثلاثة الأصول هي التي جاءت في هذا الحديث. وذكرها أيضا في رسالته العظيمة المسائل التي خالف فيها النبي أهل الجاهلية، ذكر فيها 99 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. الثلاثة الأول منها هذه الثلاث الخصال الموجودة في هذا الحديث: إخلاص العمل لله، والاعتصام بحبل الله، ومناصحة أولي الأمر. وعلم من ذلك يعني وجاهة ما قال الشيخ رحمه الله بأن هذا الحديث من جوامع كلمه، وأنه كأنه تلخيص لجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فأوصانا. فأوصانا بالعقيدة التي هي الأساس، وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهذه دعوته ودعوة الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي مضمون ما جاء به الأنبياء جميعا: لا إله إلا الله. نعم، عبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وقامت سوق الجنة والنار. وأول أمر في كتاب الله الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله النهي عن اتخاذ الأنداد. وهذا التوحيد الذي أمر الله به وبعث الله عز وجل به الأنبياء، كما في الآية التي ذكر الشارح: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولها ركنان: الأول النفي، والثاني الإثبات. النفي نفي العبادة عن جميع ما سوى الله عز وجل، والبراءة منهم، لا إله. والثانية الركن الثاني الإثبات، إثبات العبادة لله عز وجل. وما جاء الأمر بالعبادة إلا شاملا للركنين، شاملا للركنين النفي والإثبات. إياك نعبد، فهذه في سورة الفاتحة: إياك يعني نخصك يا الله، ونعبدك ولا نعبد سواك. والأدلة على هذا كثيرة، على أن معنى التوحيد لا يستقيم إلا بركنيه، وهو النفي والإثبات: نفي عبادة ما سوى الله، وإثبات العبادة لله عز وجل. ثم قال المصنف: فعلينا أن نحقق هذه العقيدة، وأن نصححها، وأن ننشرها في الناس، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، نعبده العبادة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ندعو إلا إياه، ولا نذبح إلا له، ولا ننظر إلا لجلاله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث في الشدائد إلا به، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا نصلي إلا له، ولا نركع ولا نسجد ولا نخضع ولا نخشع ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. هذه أمثلة ذكرها الشارح للأصل العام، وهو إخلاص العبادة لله. فذكر أن هذا في العبادات كلها، فلا ندعو إلا إياه، لا ندعو الأموات ولا أصحاب القبور ولا المعظمين ولا غيرهم، ولا نذبح إلا لله عز وجل، ولا ننذر إلا لجلاله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث ونلجأ في ما ينوبنا من الشدائد إلا به جل وعلا، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليه، ولا نصلي إلا له، ولا نركع ولا نسجد ولا نخضع ولا نخشع ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. وقد فصل الشيخ الإمام محمد بن الوهاب هذه الأنواع من العبادات بأدلتها في أوائل الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه
ونبيه. فلما تكلم على معرفة العبد ربه، وذكر معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، ثم ذكر أنواعا من العبادات، وثم أردفها بأدلتها. وهذا الذي أشار إليه الشيخ نحو من ذلك، وأن هذه أمثلة على ما يجب إخلاص العبادة فيه لله عز وجل، كما جاء في الحديث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهي الجملة التي جاءت في الحديث الآخر: إخلاص العمل لله. فهما بمعنى واحد. ولهذا لما ذكر رحمه الله هذه الأمثلة رجع إلى التعميم، فقال بعدها: إذن سائر العبادات. إذن سائر العبادات التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ودواوينها، فعلينا أن نتعلمها ونعرفها حق المعرفة، حتى نعبد الله مخلصين له الدين ببصيرة وعلم، فلا نقع في البدع ولا في الضلالات ولا في الانحرافات ولا في الشركيات. بعد أن ضرب أمثلة لأنواع من العبادات، عمم الشيخ وذكر أن إخلاص العبادات عبادة لله عز وجل شامل لجميع العبادات. والعبادة كما تعلمون، كما بينها شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنيات. وكل هذه العبادة لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص العمل لله وتحقيق التوحيد فيها، والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وفق ما شرع الله. لا تقبل أي عبادة إلا بتوفر هذين الشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل، محققا للعبد فيها توحيد الله عز وجل، والثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وفق شرعه. وهذان الشرطان ألمح إليهم الشيخ في آخر كلامه الذي قرأ الأخ عيسى، في قوله في آخرها: حتى نعبد الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأول الإخلاص ببصيرة وعلم. وهذا الشرط الثاني الاتباع، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعلم بسنته وعلم بهديه وبصيرة بها. فهذه الجملة: حتى نعبد الله مخلصين له الدين ببصيرة وعلم، هي تتضمن شرط قبول العمل من الإخلاص والمتابعة. وبهذا التعليق شرح الشيخ الجملة الأولى مما يرضاه الله لعباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو أن الوصية بالإخلاص والحذر من الشرك، وأن عبادة الأنبياء جميعا قامت على ذلك، وهي معنى لا إله إلا الله، وأنه يجب على المسلم تحقيق هذه العقيدة في جميع عبادته، وأن أي عبادة لا تتم إلا بتوفر شرطيها من الإخلاص والمتابعة. ثم انتقل رحمه الله إلى الخصلة الثانية في الحديث، قال: والثانية أن نعتصم بحبل الله جميعا. نعم. والثانية أن نعتصم بحبل الله جميعا، فهذه مطابقة لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة، وفيها تفصيل وبيان لما في القرآن من إجمال وما يحتاج إلى تفسير. نعم، هذه الخصلة الثانية في الحديث مما يرضى الله: الاعتصام بحبل الله جميعا. ذكر الشيخ دليلها، وهو قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك واللجوء إلى الله عز وجل. ومعنى الآية: واعتصموا بعهد الله، أي بالقرآن، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، كما ورد في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن كثير في تفسيره عند تفسير الآية. قال: ولا تفرقوا في الآية أمرهم بالجماعة،
ونهاهم عن التفرقة، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة ستأتينا سيشار إليها بإذن الله. ثم ذكر الآية الثانية الدالة على هذا الأصل، وهو الاعتصام بصراط الله والتمسك بحبله. قال: ولقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أدلة الاعتصام بحبل الله عز وجل كثيرة حقيقة، ذكر المصنف منها هذين الدليلين، وهي متعددة كثيرة في السنة، يمكن أن نشير إليها غير ما ذكر المصنف. منها قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وأيضا هناك حديث بمعنى هذه الآيات موافقة مقررة لها، وهي تصل إلى حد التواتر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا تحذير شديد من الاختلاف، وأن الأمة إذا اختلفت على نبيها وفي دينه فهي معرضة للهلاك، شأنها شأن الأمم السابقة. في حديث ابن مسعود في المسند وفي غيره قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهي الآية التي ذكر الشارح رحمه الله في تفسير الجملة في النهي عن التفرق. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. في حديث ابن عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والأحاديث في هذا الباب حقيقة كثيرة متنوعة. وقول المصنف: لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة وفيها تفصيل وبيان لما في القرآن من إجمال وما يحتاج إلى تفسير، يعني هذا السبب أو المعنى الكلام أن القرآن والسنة كلها من علم الله عز وجل، لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فعلم الله عز وجل لا يختلف، علم الله لا يكون فيه الاختلاف أبدا. فلهذا لا يمكن في الحقيقة أن يأتي آيتان متعارضتان في المعنى، أو آية وحديث متعارضة أيضا في المعنى، لأن كلا القرآن والسنة راجع إلى علم الله عز وجل، وعلم الله لا يتعارض. ولهذا نص الأئمة كالشافعي رحمه الله وابن خزيمة وغيره على ما يدل عليه هذا المعنى من أن السنة محكمة لا يمكن أن يكون فيها ما يعارض كتاب الله. يقول الشافعي: وأحكام الله وأحكام رسوله لا تختلف وهي تجري على مثال واحد. ويقول ابن خزيمة: وأحكام الله وأحكام رسوله لا تختلف وهي تجري على
ويقول ابن خزيمة، هذا كلام الشافعي، يقول ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. يعني أن هذا قد يقع، لكن في ذهن المتلقي، ليس في حقيقة الأمر أن هناك تعارض، لكن قد يكون لقصور العلم أو التباس المعنى في ذهن المتلقي يقع التعارض. قال: من عنده شيء فليأتي به حتى أؤلف بينه، يعني حتى أجمع بين هذه النصوص التي يظن الظان أن بينها تعارض. نعم، اقرأ. فعلينا أن نعتصم بحبل الله جميعا في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا ودعوتنا وعلاقاتنا مع الناس، مسلمين وغير مسلمين، لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حقيقة متين ويحتاج أن نقف عنده. لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام هو القاعدة التي يذكرها أهل العلم في الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون بناء على الأدلة، وأما أهل البدع فيعتقدون ثم يستدلون، يعني أنهم يأتون بعقائدهم ثم يبحثون لها عن أدلة، وربما لووا أعناق النصوص حتى توافق معتقداتهم. أما أهل السنة فكما قال الشيخ: ينطلقون من الكتاب والسنة، يعني يستدلون ويبنون عقائدهم، عباداتهم، معاملاتهم، أخلاقهم، كلها تنطلق من الكتاب والسنة. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس، يقول: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بعقله يعني، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم. هذا كلام شيخ الإسلام هنا: فمنه يتعلم وبه يتكلم، هو معنى كلام الشيخ ربيع: لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، ما هو؟ أنهم يستدلون ثم يعتقدون ويعملون، وتكون معاملاتهم وأخلاقهم بناء على الأدلة. قال: وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، رأوه بعقولهم أو ذاقوه بأهوائهم. رأوه مثل أصحاب العقل من المعتزلة ومن شابههم، أو ذاقوه بأهوائهم مثل الصوفية ونحوهم. ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. أعرضوا عنها تفويضا يعني يقولون الله أعلم بمرادها، نفوض علمها إلى الله حتى ما يعارض ما يعتقدونه بآرائهم وأذواقهم، أو حرفوها تأويلا يعني علوا عنق النص وأولوه حتى يوافق ما يعتقدونه. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. وهذا كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يجعله يعني نصب عينيه في اختياراته وفي علمه وفي عمله وفي عبادته. وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة
بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام أن أهل العلم المنتسبين للعلم سواء كانوا من الأشاعرة أو المعتزلة فيهم إيمان، لكن فيهم من المخالفة بحسب مخالفتهم ما جاء عن الله وعن رسوله، إلى آخر كلامه النفيس. حقيقة أردت أن أقرأه لعظم شأنه، وترجعون له في مجموع الفتاوى، وهو أيضا مثل التوسع والشرح لهذه العبارة المختصرة من الشيخ هنا: لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: نعتصم به. اقرأ يا أبو. قال رحمه الله: نعتصم به كما ذكرت في العقائد، فلا نعتقد إلا ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، وفي توحيد الألوهية، وفي توحيد الأسماء والصفات، وفي العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا نعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا شرح لما تقدم، أن الاعتصام بحبل الله يكون في العقائد، وهذا معناه أن لا نعتقد إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع فروع العقائد من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك، ومن الإيمان بالملائكة، ومن الإيمان بالرسل، ومن الإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكما تقدم يعني يستدلون، يبحثون عن الدليل ويعتقدون ما فيه. هذا أمر أول في العقائد، وأيضا في العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة وصيام وذكر، فلا نعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعبده بذكر محدث على صفة لم تشرع لنا، ولا نعبده بصلاة مخترعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ هنا العقائد والعبادات مختصرا، وإلا أيضا كما ذكر سابقا أيضا كذلك في الأخلاق، فأخلاقنا ليست على أهوائنا، بل موافقة لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في دعوتنا للناس وحرصنا على هدايتهم، لا ندعوهم على ما نرغب وعلى ما جربنا عليه المشايخ، وإنما الحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع الله عز وجل. بهذا الشيخ هنا يختم الكلام على الخصلة الثانية من الحديث، وهي الاعتصام بحبل الله عز وجل. والخصلة الثالثة أن نناصح من ولاه الله أمر المسلمين. وأنا أستأذنكم أيها الإخوة أن نقف اليوم هنا، لأن الأذان العشاء أذن عندنا قبل قليل، أن نقف عند هذه الفقرة ونكملها إن شاء الله في يوم الاثنين القادم مثل وقت اليوم بإذن الله، إن رأيتم نعم، هذا. نعم شيخنا، لا بأس. بارك الله طيب. فيكم وشكر الله لكم. ولا أدري شيخنا، هل يسمح وقتكم بأخذ بعض الأسئلة؟ والله سؤال أو سؤالين فقط حتى نلحق الصلاة. طيب. طيب شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا، يقول السائل: في حديث ليس منا من تطير أو تطير له الحديث، ما معنى أو تطير له؟ هل معناها تكهن له أو سحر له؟ بارك الله فيكم. الطيرة كما هو معلوم التشاؤم على ما كان عادة أهل الجاهلية بأحوال معينة أو بأوقات معينة، فمن تطير في نفسه فهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تطير له، يعني هو بنفسه يأمر غيره أن يأخذ فأله، يأمر غيره يتطير له، يعني يكون بأمره هو. أما إذا كان لم يأمر به ولا علم له به فلا علاقة به، فإن كان يتطير تشاءم
بالبارحات أو السانحات أو بمرور الطير من جهة معينة أو الحيوان من جهة معينة أو تشاءم بزمن أو وقت أو نحو ذلك مما هو منهي عنه، سواء فعله بنفسه أو أمر غيره أن يفعل له، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونأخذ هذا السؤال وبه نختم إن شاء الله تعالى. يسأل صاحبه يقول: كيف يربي طالب العلم نفسه على الاجتماع والبعد عن التفرق والاختلاف؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال عظيم حقيقة، لكن أعظم ما يربي طالب العلم نفسه على الاجتماع لزوم الكتاب والسنة، وينظر فيهما ويتبعهما، ولا شك أن فيهما دلالة على الاجتماع الصحيح. وأما آه، الافتراق عن أهل البدع والافتراق عن الكفار، فهذا مطلب أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: محمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، يعني من اتبعه صلى الله عليه وسلم فريق، ومن خالفه فريق آخر. وكذلك المسلم تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الحق كان مع فريق الحق ولزمه وتمسك به وجماعته، ومن اتبع الباطل فلا حيلة له فيه، ولا يطلب منه أن يجتمع مع أهل الباطل. هذا غير مقصود بلا شك ولا يخفى عليكم، لكن أردت التأكيد عليه. لكن الاجتماع بالحق هو التمسك بالكتاب والسنة والسير على هديهما، والاجتماع على من كان على هذه الطريقة، وعدم المخالفة لأجل أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان المخالفة لأجل أمر شرع الله المخالفة فيه، فهذا ليس من هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تمسك واعتصم بحبل الله جل وعلا، وابتعد وحذر من الافتراق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم. ولقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القابل بإذن الله جل وعلا. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم. سبحانك الله.